اهم شغلتين يا حبايبي المعكرونه البشاميل، صوص ناجح ومعكرونه ما تكون ناشفه. بدنا نفوت فوت الاعماق الجاط ونشوف ايش الترتيبه. يا سلام، وتدلل يا معلم بهاللقمه المدلله، بسم الله. والله ولا اطيب وانجح من هيك معكرونه بالبشاميل. عندي هون مي عم تغلي وبدي انزل عليها بشه ملح، وبدنا ننزل يا حبايب بنص كيلو من المعكرونه، بسم الله. نخليها على النار لمده 10 دقائق لحتى تستوي كثير منيح. بنجهز مقلايتنا على النار وبننزل عليها بمعلقه كبيره من الزبده، بسم الله. وبس دابت الزبده بنخبط عليها 300 جرام لحمه. مجرد ما نعطي اللحمه تحميصه كثير مرتبه بندي لها بصله مفرومه ناعم، ومنلحها وفورا معلقه كبيره من دبس البندوره، ونص المعلقه من دبس الفليفله، بسم الله. تحميصتين ثلاثه يا معلم، وبكون اجا وقت ننزل عليهم بثلاث حبات بندوره معصورين فريش، بسم الله. وما ضل بيلزمنا غير رشه صغيره من الملح والفلفل الاسود. وهلا عيفوا لي اياها يا حبايب دقيقتين ثلاثه على نار هاديه لحتى يتسبك معنا الصوص الرهيب اللي جهزناه. يا سلام. وهلا صار لازم تركزوا معي كثير منيح لاني نبلش نعمل صوص البشاميل الرهيب. 3 معالق كبار من الزبده، بسم الله. وبس تبلش تذوب الزبده يا حبايب بدنا ننزل عليها ب3 معالق كبار من الطحين، بسم الله. وحمص حمص يا معلم. ومن بعد ما اعطيناهم تحميصه مرتبه بدنا نبلش ننزل عليهم لتر حليب شوي شوي ونخفق، بسم الله. بلش يغلي عندي الصوص وبقان تاني وصلنا للقوام اللي بدنا اياه. يا عين هذا القوام المطلوب. صار وقت ننكه صوصنا بعود قرفه ورشه صغيره من الفلفل الابيض والقليل من الملح تحريكتين ثلاثه، وبنجي على التطبيق. بدنا نبلش ننزل كميه منيحه من المعكرونه وبنبلش بندللهم بالبشاميل. يا عين. وبنعطيها تحريكتين ثلاثه لحتى تتشرب معنا المعكرونه كثير منيح من الصوص. وهيك بكون اجابات ندللها باول طبقه من الموتزاريلا، ونزل لي عليهم يا طويل العمر باللحمه، واخر طبقه من المعكرونه. كذلك الامر من البشاميل، صدقوني هالاكله متعه تطبيقها. واخر طبقه لازم تكون كميه منيحه من جبنه الموتزاريلا. وابعتوا لي هالجات احلى على الفرن بس لحتى تذوب الجبنه.